السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبيب قلب معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة مع بعض احنا متعودين دايما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كده نشوف غسيل الغسالات العادية بتاعت أجدادنا بتوع زمان. ربنا يديهم الصحة يا رب، ما يحرمناش منهم أبدا. والله يا حبيبي أنا مهما ألف وأجيب ما برتاحش للغسيل الغسالة العادية. عندي هدوم عيالي يا حبايبي، ممكن في الأرياف وكده الهدوم بتبقى وسخة. الغسالة العادية بتنضف الهدوم، ولا تخليك تدعك على ايدك ولا ايدك توجعك ولا كده. انت بتعملي شويه من العصير وكده، بس الهدوم بتطلع معاكي قشطه بيضه زي ما انتوا شايفين كده. ديت مفارش سرير الاطفال. المفارش يا حبايبي بتبقى نظيفه، لازم بتتحط في الاول لان انا ما بغيبهمش على السرير. انا يومين اتنين وبلمهم علشان خاطر الحاجه ما تتوسخش مني وتقرح مني. بحب الم كده الغسالات العاديه ديت السراير على طول، واغسلها في الغسالات العاديه دي كده. اول ما المها على طول اغسلها في الغسالات العاديه. واهم حاجه لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. عندنا يا حبايبي ست جنبنا كده، ربنا يديها الصحه يا رب، بتبيع خلطه للغسيل زي ما انتوا شايفين الرغاوه كده. انا والله العظيم كنت كل شويه بنقص الغساله لان الرغاوه كانت كلها بتقع في الارض. يعني ما شاء الله حلو، بجيب منها اوم وخلطة برضو بتنضف الغسيل قوي. ربنا يديها الصحة يا رب. وعندها جميع الخلطات، عندها خلطة سجاد وعندها خلطة هدوم، وعندها بصوا كل حاجة موجودة عندها، وعندها فلاش وعندها كل حاجة. بحب يا حبايبي وانا بغسل الهدوم كده عادلة علشان خاطر لو في بقعة ولا كده تنضف. وهنا هو كنت بسرد الهدوم. بحب يا حبايبي وانا بغسل الهدوم اغسل لكل عيل هدومه مع بعضها، علشان ما ينفعش ان انا احط الهدوم دي مع دي. بحب اغسل كل واحد هدومه مع بعضها، يعني هدومنا وهدوم العيال لوحدها. بسردهم كده زي ما انتوا شايفين علشان خاطر اما اجي احط يبقى سهل على طول، انا عارفه انا هحط ايه. يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا مني. انا عارفه ان انتوا بتعملوا احسن مني كمان، بس انا بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم لان انت عيلتي التانية. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديم المحبه ما بيننا. انا يا حبايبي من كتر ما الغساله بتلف بسرعه بتلاقي الهدوم كلها بتعمل في بعضيها، فلازما كده بتسلكيها اول باول. هدوم الاطفال يا حبايبي لازما كده بتبقى وسخه وكده، لازما ننضفها علشان خاطر يبقى هدوم عيالنا حلوه ونضيفة. والله كنت بتعب فعلا حرفيا لما كنت بغسل في الغسالة ونص. انا كنت ببقى تعبانة لاني انا كنت بعيد تاني على الهدوم كلها على ايدي. فدي بصراحة ببقى عيدش الهدوم اللي بطلعها بشطفها زي ما انتوا شايفين، وبقى وبنشرها على طول. جايبه انا يا حبايبي كده طشت الألمونيا كده اللي فاكره واللي عارفه يكتب لي تعليق حلو كده بتاع ايام زمان. التيشيرت ديت يا حبايبي انا بحب اشطف فيه. والله النهارده كان يوم زي ما انتوا شايفين، كان دربكه، كان غسيل سجاد بقى وحاجات كده. ربنا يدينا الصحه يا رب ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. هنا حبايبي اولادها هم قالوا لي يا ماما حطهم لنا واحنا هنعمل معاك شويه. هنا جمال ابني بصوا كان بيتضرب مع الحافظه، ما كانش بيغسل، هو المهم ان هو عايز يلعب وخلاص. ديت يا حبايبي الغساله اللي بره ديت. انا عندي حافظات عاديه وحافظات من اللي هي بديل سجاد. طبعا اللي هي البديل السجاد ما بتحطش في الغساله. انا عندي اللي هم العاديين دول انا بحطهم في الغساله وبينضفوا معايا جدا. وبجيب لهم خلطه بحطها عليه. برجع تاني بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين الهدوم دي اللي كنت بغسلها في الغساله العاديه برجع احطها في الغساله النص تاني، اشطفها واحط لها معطر كده زي ما انتم شايفين، واحط لها على واحطها في العصار. بحب يا حبايبي اشطفها كذا مره واحط لها كده معطر عشان الهدوم تبقى نظيفه وريحتها حلوه. والغسالة العادية برضو الغسالة النص انا مشغلاها بس على الحاجات النظيفة. طبعا فرش انتريه يعني زي ما انتوا شايفين كده، كفر مرتبة، بحب ده كله اغسلها فيه لان دول بيبقوا نضاف. فما اللي بره الغسالة اللي هي النص دي ما بغسلها فيهم بينضفوا كده، انما هدوم الاطفال والهدوم اللي هي بتاعت الشغل وكده بغسلها في الغسالة العادية عشان تنضف. اهم حاجة لو وصلت معايا لحد هنا
لايك جميل لاختكم، لان انا بحبكم وبحب اشارككم دايما في كل معايا في كل حاجه. هنا اهوت يا حبايبي، كنت جبت حافظه كمان، انا عندي 2 شكل بعض، لاني في الصلاه عندي الصلاه بتاخد حافظتين. بدات اغسلهم زي ما انتم شايفين كده. العيال برضو بيساعدونا، ربنا يديهم الصحه يا رب ويخليهم لنا، ويخلي لهم او يخلي لكم اولادكم يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا. كده كنت بقيت احط الخلطه والكرول والحاجات دي، وقلت له اعمل بدالكوا شويه. جمال ابني قال لي لا يا ماما عشان انت تعبانه، احنا هنعمل انا كده. والله يا حبيبي فعلا حرفيا انا تعبانه قوي من الحمل المره دي. قالوا كده ربنا يقومني بالسلامه. وانا كنت نزلت عند حماتي، لقيتهم كده بيعملوا فراخ مشويه. قعدت بصراحه اللي انا عملت السلطه. قلت لهم انا نازله من فوق تعبانه، كانت صبياتي هنا، ربنا يخليهم لنا يا رب، وبخش علينا كده بفرحتهم، فرحانين وبنبقى فرحانين منهم بصراحه، لان ايه قعدتهم حلوه. وانا قلت لهم هعمل لكم السلطه، وكانت ايه عمل الفراخ المشويه ما شاء الله تستاهل لايك موكو جميل كده. وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.